صغيرة كتجي عاقدة. نجربها معاكم، كتجي عاقدة ولذيذة. السلام عليكم، كي دايرين المتابعين ديالي العزاز؟ بخير وعلى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي احسن حال يا ربي. هنايا راه بغيت ندير واحد الطاوه ديال الدجاج حتى بديت وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هنايا راه درت العطريه، ندير شويه الحامض. العطريه درت مليحه وشويه الابزار، شويه الخرقوم، شويه سكينجبير، شويه الثومه بودره. هذاكشي اللي درت نيت هنايا، وشويه الربيع. وغادي نشرم الخضيره. هنا عندي غير القرعه والبطاطا، ندير معاهم شويه مطيشه من الفوق وشويه الماء. صافي نشرمل في هذه الخضيره. الطاوه كتجي زوينه والقريعه كتجي حتى هي لذيذه في الفران احسن من الطنجره ولا. صافي نشرمل كلشي ونجيب واحد المطيشه حتى هي نقطع منها شويه نديرها من الفوق. صافي عندي بصيله، واحد البصيله مشلضه نيت دقيقه. عندي مطيشه غادي نزوق بها وصافي. صافي وندير الدجاج. الدجاج راه قياس غير 2 الناس، ماشي علاش ما كثيرش بزاف. ندير شويه الزيت من الفوق، شويه زبده، صافي. وغادي ندير مويها القياس اللي غادي يطيب ليا هاد الطاوه، ما نقويش فيها الماء. صافي نغطي عليها وندخلها للفران. شويه الحامض وواحد الفليفلات حارين ضروري منهم حتى هما يطيبوا. صافي ندخلها للفران دابا طيب، ونتلاقاو في الشكل النهائي. ونشارك معكم واحد التحليه اللي بلا سكر كتجي لذيذه وزوينه ومنعشه. التحليه ديالي عندي هنا نص سيطره الحليب، عندي 2 بينينات صغارين، كانت وحده كبيره تكون غير وحده كبيره كافيه اللي غادي نقطعهم هكا. وعندي 7 تميرات، وعندي حفينه ديال اللوز، وعندي واحد الفلو باني ولا كراميل اللي كان موجود عندكم. انا عندي دابا غير الباني، فلو بنكهه الباني. صافي وغادي نطحن هاد المكونات كاملين ونرجع معاكم. صافي بعد ما طحنتها كلشي المكونات، دابا غادي نديهم فوق البوطه مع التحريك حتى تطلع فيهم الغليه ونحيدها. نحركها مره باش ما تلصقش ليا الكاسرون من تحت. صافي طلع فيه الغليه ونطفي. صافي ندوز نكبها في هاد الكويسات ولا زليفات ولا اللي موجود عندكم. ونخليها شويه حتى تبرد شويه وندخلها للثلاجه. هذا غنديرو في زليفه اخرى. صافي نخليها هنايا تتبرد شويه وندخلها للثلاجه ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي، راه كتجي لذيذه وعاقده. انا زينتها هكا بشويه ديال التمر، طريفات ديال التمر. تقدروا تزينوها باللي بغيتو، بالبنان ولا بالتمر ولا اللي موجود عندكم.
وصافي راه كتجي عاقده. نجربها معاكم، كتجي عاقده ولذيذه وزوينه وصحيه بلا سكر. الشكل النهائي ديال الطاوه ديالي كيجي راه جات مشربه، ما بقى فيها لا بلول لا والو، والدجاج محمر والمذاق حتى هو كيجي زوين وبالصحه والراحه. وهنا نخليكم نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالصحه فطوركم.